يا صباح الفل عليكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وسعادة يا رب العالمين. النهاردة صحيت، عملت فطار الاول عشان اليوم بتاعي هيبقى طويل. جبت البسطرمة وجبت بقى بيض، وعملت بقى صينية بسطرمة كده بالبيض حلوة. حطيت بس فلفل اسود عشان البسطرمة بتبقى حادقة، فيدوبك كده تبقى ملحها مظبوط. رشت بس فلفل اسود كده عشان الزفارة وكده. وبقى عملت بقى سندوتشات جبنة معاها وكده. بس فطار يعني بسيط وكده. وكوباية بقى الكابتشينو بتاعتي، بس بقى ايه، طبعا بشربها في السر عشان خاطر العيال. زي ما انتوا عارفين طبعا، اكيد كل الامهات كلها كده ما بتتهناش على اي حاجة. اكيد بتخبوا حاجاتكم في السر زي. المهم فطرنا ودخلت بقى على اوضه الاطفال. كانت بصراحة يعني حالها ما يسرش. شلت اول حاجة بقى آه، الحاجات ديت، الدفايات وكده. قلت بقى اهوي، وفتحت الشباك قلت اهويها. وكنت بقى ايه، كان فيه هدوم طبعا الغسيل وكده. كنت شايلها من على الحبل، فيها بقى هدوم اطفال وحطيتها لهم بقى، قلت اطبقها هي الاول عشان الحس كده بالبهدله رقت شويه. بس فضلت بقى اروق كده واطبق الهدوم. كل واحد بقى احط له هدومه في الدولاب وكده. طبعا زي ما انتوا شايفين كده، واقفين لي كده في كل حته، واقفين لي. مش عارفة اعمل ايه. ونفسي اعلم بنتي اني تحافظ ازاي على اوضتها، ازاي تخلي بالها منها. هي عندها 4 سنين ونص، نعم هي صغيرة. بس انا حابة ان انا اعودها على كده عشان تبقى في اساس تكبر عليه، ان هي اتعودت على كده. ان هي مش عارفة اتعودت بقى ان انا ما بزعقش، ما تشيليش ما تحطيش. بس انا تعبت. حقيقي تعبت حقيقي، ان انا بقى مثلا لسه مروقة ومخلصة بجد لسه قاعدة. اقعد ابص كده الاقيها جايبة المخدات بتاعة الأوضة بتاعتها بره، منزله المخدات الركنة كلها على الارض. عامله لي كده حاجات كتير، اللعب بتاعتها بتحطها بره. الحاجات دي بجد على قد ما انا ببقى شايفاها بقعد اصوت، بقعد اصرخ. فببقى متضايقه، مش حابه كده، بس بتصدم. الواحده بتبقى بتتعب وهي بتروق، مش بتروق بسهوله، وبتاخد وقت في الترويق. بس لما بيصعب عليها نفسها اللي هي عملته تهد. حتى ما عادتش مثلا شويه، فاللي هو خلاص بيلعبوا اطفال وكده، ماشي تمام. بس يعني مش عارفه اقول لها ازاي. بكلمها كتير، ويا بنتي العبي في اوضتك، ما تطلعيش الحاجه. بحس ان هي بتعاندني. بقيت اكبر دماغي ومعلقش وكده، بحس ان هي بتزودها. فيا ريت اللي لو في ام مثلا عيالها كده، او هي بتعرف تتصرف او تتكلم معاهم او كده، تفيدني بحاجه يا ريت. ان انا بجد اعصابي تعبانه قوي بسبب الموضوع دوت. وساعات بقعد اعيط، باخد الموضوع على اعصابي، وانا مش حابه كده. ومش حابه انا افضل اصرخ فيهم وازعق فيهم، بس بصراحه مستفز يعني. حاجه مستفزه كده ان انت تطلعي بعد ما تكوني خلاص خلصتي وعملتي، تلاقي الدنيا زي الزفت. اي نفسي اصحى مره مروقش، اروق مثلا ترويق بسيط. لا، انا كل يوم لازم الشقه تكون على بعضها. كل يوم اكني كان في مثلا ايه، زياره مثلا، ناس جات لي. وعارفين بقى اللي هي بتبقى تجمعات بقى، وناس بقى كتير عندك. انا اكني عندي كده، اكني في ناس كتير كل يوم عندي. وانا ما عنديش حد اصلا، مفيش الا هما الاتنين، وانا وابوهم. يعني انا مش عارفه. فيا رب يخليهم ويهديهم يا رب. انا بصي زي ما انتوا شفتوا كده، روقت الاوضه بقت زي الفل والله. انا قفلت الفيديو من هنا بتاع الاوضه، يعني ما تهنيتش بيها. دخلوا بقى وتاني ونزلوا اللعب تاني. قلت خلاص لا، مش هزعق، مش هعمل، يعملوا اللي يعملوا، انا كده كده بزعق وفي الاخر انا اللي بعمل تاني. بس دخلت بقى على المطبخ، كنت سهرانه امبارح بقى في المواعين، كان عندي مواعين كتير قوي. فانا بصراحه ما بحطش المواعين على طول كده في البتاع، في الدولاب بتاعها. لازم تتصفى كويس قوي عشان خاطر الميه بتعمل مع المدى البعيد بتعمل صراصير، بتعمل حشرات كده. الحاجات دي بتاكل في الخشب. فانا بصفيها الاول وبعد كده ارصها. بس اي حته كده عندك رخامه، اي حاجه، المهم ان انت تصفيها مثلا على صينيه العشاء. حتى لو ما عندكش مثلا رخامه، في مطابخ كتير قوي بتبقى صغيره مش هتعرف تصفي فيها. هاتي صينيه الاكل وصفي، المهم ان انت ما تحطهاش
كده ان شاء الله رب لبعض. لو انت لو غسلت حطيتهم على بعض على جنب، وجبتي مثلا فوطة عندك ولا اي حاجة عندك، تنشفي وترصي. ان بصراحة الموضوع ده بيفرق جدا جدا جدا. ما بيخليش عندك حشرات بجد والله. بس بقى عندي انا بقى عامله دولاب كده للبلاستيك، الاطباق البلاستيك وكده، والدولاب التاني اللي هو بتاع الحلل والحاجات دي والصواني. بس خلصت كده بقى، وكان المطبخ عندي انا كنت مشطباه، بس زي ما انتوا شايفين فطرنا وشربت كابتشينو مش عارفه ايه، مطرح ما فاهمه، مطرح ما فيش مواعين يعني، لازم يبقى فيه مواعين. يعني انا قلت اغسل المواعين عشان اصحى الصبح مش ورايا اي حاجه، لا ازاي مينفعش، لازم يكون فيه مواعين. اي نعم ما كانوش كتير، بس برضو وقفت غسلت مواعين. هغسلها بقى، وبعد كده نفكر بقى ايه في اكل كده. بصراحه انا ما كنتش قادره اعمل اكل، ان انا بصراحه كنت برضو بعد ما روقت كده، انا كان عندي اوضه النوم كانت بطلع الشتوي فيها بس انا ما بصورهاش. فطبعا تعبت، فقلت خلاص بقى اكله تبقى سريعه. عملت بقى مكرونه محمره، وعملت بانيه، وقلت بقى ايه حلوه كده، وعقبال بقى ربنا يسهل كده وافكر لهم في اكله حلوه. ان انا ما بقيتش قادره، بحس ان الشقه بتهدني، وعقبال ما بخلصها بحس ان اليوم جري يعني. هعمل اكل ايه يعني؟ ايه الاكل اللي ممكن اعمله؟ او ممكن اعمل الاكل الاول وبعد كده ابدا بالشقه، بس جوزي هيبقى جه. انا اهم حاجه عندي طبعا الاكل، عشان خاطر حتى لو جه لقى الشقه مثلا ما اتعملتش، يبقى الاكل معمول، هيتغدى هيخش الاوضه بتاعته فاعرف اروق. لكن ان هو يجي ما يلاقيش اكل، دي بتبقى لا ما ينفعش. بس ممكن اتاخر في الاكل لو هو مثلا هيجيبه وهو جاي، فانا لسه هعمله والكلام ده. فهو بيبقى مثلا خلاص عارف مش هيزعق ولا حاجة. بس كان شوية مواعين بوصات كده، وانا كنت غاسلة كمان البوتاجاز، يعني ما كانش فيه حاجة. بس الواحد والله يعني بيتعب، ويجي الراجل يقولك انت كنت بتعملي ايه طول النهار؟ ولا اي حاجة، انا كنت بلعب. لينا اهو خلصنا. بصوا بقى عملت بقى المكرونة، حطيت زيت. ودي مكرونة مقصوصة، اللي هي مش في منها صغير في منها الكبير، دي الكبيرة. بس اهم حاجه تكوني واثقه ان المكرونه ديت، مش في مكرونه كده بتنفش بطريقه مستفزه، اللي هو لا دي اكيد كان فيها حاجه غلط. النشا بيبقى فيها كتير، بتنفش بطريقه لا وحشه. لكن يعني حاولي ان انت تجيبي مكرونه تكون كويسه، اي هي دي سايبه على فكره مش اكياس، فريت تجيبيها كويس. بصوا هتحمريها مش متحمره قوي ولا مغمقه، تبقى حلوه. ان هي اصلا المكرونه بتغمق اكتر، ما حتى لو هي فاتحه بتغمق برضو مع السوا وكده. بصوا بقى انا كنت عملتها، حطيت صلصه، وحطيت فلفل اسود وماجي وملح و... وبس كده. والبانيه بقى كنت حاطه فيه ليمون وحاطه فيه ملح، ورحت قلت بقى ايه هتبله تتبيله بسيطه كده. بصل بودر، وسبع بهارات، وبهارات اللي هي الفراخ، والحاجة دي فلفل اسود، وهتتبليهم. وبعد كده بقى ايه بجيب البيضتين، بنزل بيهم عليهم، مش بحطهم لوحدهم لا بنزل بيهم كده. وبعد كده البقسماط عادي اللي هو من الفرن او من العطار عندك عادي سايب برضو، بتحطي فيه بقى شوية ملح شوية فلفل اسود عشان يدي طعم البقسماط يعني. بس وهجيب بقى ايه بالشوكة كده عشان ايدك ما، ساعات لما بتعملي بايدك كده بيكلكع في ايدك. فدي اسهل طريقة بصراحة حلوة، ان انت تجيبي الشوكة وتعملي كده، مش هيعمل في ايدك. بس بعد بقى ما بخلص خالص بقى الكمية اللي معايا ديت، بعمل ايه بقى؟ بيبقى في بيض ما برموهوش، بجيب البانيه تاني ان انا حطيته في البقسماط احطه تاني مع البيض، اعمله كذا طبقة. عايزه اقول لكم والله بيبقى تحفة. انا بحبه قوي بالنسبة لي يعني، بحب قوي كده. بحس كده ان هو بيبقى تخين كده وكبير، بيبقى جميل قوي. بس بقى، وانا بقى قلت بقى ايه اشوف بالمره اشوف اللفت كده استوى ولا ايه. فطلعت بقى ايه طبق، وقلت بقى اشوفه، لقيته طعمه حلو قوي، فيه ايه كده قرقشه حلوه.